السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بيكم، يا رب تكونوا بخير. هنتكلم النهاردة عن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بيكم، يا رب تكونوا بخير. هنتكلم النهاردة عن أنواع الاستئناف. في ناس كتيرة بتسأل يعني إيه استئناف أصلي، ويعني إيه استئناف فرعي، ويعني إيه استئناف مقابل. في الفيديو ده إن شاء الله هجاوبك بشكل مبسط ومختصر. الاستئناف الأصلي ده من اسمه الاستئناف الأصلي، هو اللي بيتم في المواعيد القانونية. يعني أنا صدر ضدي حكم فاروح في خلال 40 يوم عملت استئناف، فده اسمه استئناف أصلي. طيب الاستئناف المقابل ده هو الاستئناف اللي بيتم في المواعيد القانونية برضه، لكن طبعا أنت بتقول لي الأصلي بيتم في المواعيد القانونية والفرع بيتم في المواعيد القانونية. مظبوط، لكن في الاستئناف المقابل الشخصين بيعملوا استئناف. يعني صدر الحكم ما عجبنيش أنا وأنت، واحنا الاتنين خصوم، فانا عملت الاستئناف بتاعي في خلال مثلا 15 يوم. هو الاستئناف في خلال 40 يوم، انا عملته في اليوم ال 15. جيت انت في اليوم ال 30 رحت عملت استئناف، فالاستئناف بتاعك اسمه استئناف مقابل، ان هو تم في المواعيد القانونية. القاضي بيضمهم لان وحدة الاطراف ووحدة الخصوم بيصدر فيهم حكم واحد، لكن كل استئناف قائم بذاته وبتقدر تطعن عليه بالنقض. الاستئناف الفرعي هو الاستئناف اللي بيتم بعد المواعيد القانونية. يعني أنا وأنت مدعي ومدعى عليه، صدر حكم ما عجبناش احنا الاتنين. أنا عملت الاستئناف بتاعي في المواعيد القانونية ل40 يوم. نظرت الدعوة، في خلال سير الدعوة عدت مدة ال40 يوم، انت حبيت تعمل استئناف، فهنا الاستئناف اسمه استئناف فرعي لأن هو تم بعد ال40 يوم. وفي الحالة دي يعني بيبقى اسمه استئناف فرعي يتبع الاستئناف الأصلي. يعني الاستئناف الأصلي كان باطل فهو هيكون باطل، ما ينفعش تعمل عليه نقض مستقل، لأن هو ما كانش هينشئ إلا إذا أنشئ الاستئناف الأصلي صحيحا. يعني يبقى الاستئناف الفرعي يتبع الاستئناف الأصلي من حيث الصحة. فدي كل التفاصيل. يبقى سريعا، الاستئناف الاصلي اللي بيتم في ال40 يوم، الاستئناف المقابل بيتم في ال40 يوم، لكن احنا الاثنين بنعمل استئناف، في واحد سابق للاخر، السابق بيبقى الاصلي واللاحق بيبقى الاستئناف المقابل، وبيتم ضم الاستئنافين، لكن الاستئنافين مستقلين بذاتهم. كل واحد بنشوف شروطه، بنشوف ممكن نطعن عليه بالنقض. اما الاستئناف الفرعي بيتم بعد ال40 يوم، وفي الحالة دي بيتبع الاستئناف الاصلي جملة وتفصيلا. ده بشكل مبسط، ويا ريت لو في اي استفسار